السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبدأ في حاجات العيد، وأول حاجة هنعملها هو الكحك. هنعمله بطريقة جداتنا وأمهاتنا، الطريقة الحلوة اللي مش بنغيرها أبدا أبدا، جميلة جدا جدا. وبرضه هنعمل الطريقة التانية، بس احنا بنرضي جميع الأذواق. اول حاجه بحب ابدا بيها اللي هو الكحك اللي على السخن الجميل جدا اللي انتوا هتشوفوه ده قد ايه ناعم ودايب ذوبان، بيفكرنا كده بايام زمان وليالي زمان. يلا بينا ندخل على الفيديو عشان نعرف الطريقه والمقادير. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه اطلب منكم تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هبدأ فيها خالص هي الحشو. عبارة عن إيه معايا؟ أنا معايا هنا الحشو بتاعتي هتبقى عبارة عن ملبن، وهحط عليها معلقتين كبار من السمسم المحمص، وكمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي كده عشان تديها طعم حلو. وهنبدأ كده نخلط السمنة مع السمسم مع الملبن كويس جدا، أو نعجنهم بمعنى أصح لحد ما تتعامل معايا زي العجينة كده. طبعا لازم نحط سمنة في الملبن عشان ما ينشفش معايا في قلب الفرن. بعد كده هنجيب شوية من الزيت وهنبل ايدي كده بالزيت كويس قوي، وكمان هبل او هدهن الطبق اللي انا هشتغل فيه او اللي هحط عليه الملبن بتاعي. طبعا كل ده امان علشان ما يلزقش معايا في لا في ايدي ولا في الطبق. بعد كده هناخد بقى الملبن ونبدأ نكوره على شكل كور تكون يعني أشد من البندقية شوية، مش عايزاها لا كبيرة قوي ولا تكون صغيرة قوي. تمام. طبعا ده برضو يرجع لحجم الكحكاية بتاعتك، لو انت هتكبري حجم الكحكاية بتاعتك فانت هتكبري بالتالي الحشوة شوية. ده كده خلاص بعد ما خلصتهم وكورتهم هنسيبهم بقى دلوقتي على جنب، وكده يبقى حضرنا خلاص الحشو. نيجي بقى للكحك نفسه. عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا كيلو من الدقيق، وطبعا هنتكلم شوية عن الدقيق. انا هنا استخدمت دقيق مخصص للكحك والبسكوت. اسمه ايه؟ اسمه دقيق النصر. تمام. طيب في انواع كتير جدا من الانواع اللي موجودة في السوق، في سنبلة الفرات، في الكوثر، في الضحى، لو انت حابة تستخدمي دقيق جميع الاغراض. تمام كده. بالنسبة بقى دلوقتي للدقيق، زي ما انتم شايفين انا استخدمت كيلو من الدقيق وبدأت انخله. طبعا لازم تنخلوا الدقيق في الكحك. تمام. هبدأ انخل كيلو الدقيق بتاعي كده كويس جدا بأي منخل او اي مصفى عندك. المهم ان انت تنخليه عشان يدخله كده هوا ويخليه حلو. ده كده خلاص بالنسبة للدقيق. بعد كده هنحط على الدقيق ده ايه بقى؟ هنحط عليه 3 معالق كبار من السمسم المحمص. طب انا ما عنديش سمسم محمص يا شيماء، هاتي ابيض وحمصيه عندك في البيت، وبعد كده ابدأي حطيه على الدقيق. 3 معالق كبار. هحط كمان معلقة صغيرة من ريحة الكحك، ولو ما عندكيش ريحة الكحك ممكن تحطي محلب او ممكن تحطي فانيلي. بعد كده هحط رشة صغيرة كده من الملح. وهنبدأ بقى دلوقتي نخلط المكونات الجافة اللي احنا حطيناها دي، اللي هي السمسم وريحة الكحك والملح على الدقيق، وكله هنخلطه مع بعضه كويس اوي. بعد كده هنبدأ نحط بقى السمنة البطل بتاع الكحك بتاعنا. السمنة هنا مقدارها قد ايه؟ كل كيلو بحط عليه 550 جرام من السمنة. طب 550 جرام دول قد ايه بالكوباية؟ يعني يعملوا تقريبا كوبايتين ونص من الكوباية اللي هي بتاعة الشاي. بعد كده هنبدأ نسخن السمنة دي كويس جدا 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 على النار لحد ما تبدأ يعني تغلي معايا او تقدح معايا، وبعد كده هبدأ انزل عليها بيها على الدقيق بتاعي. تمام كده لغايه دلوقتي. هتبداي طبعا تستخدمي هنا معلقه خشب، لان استحاله ان انت تعرفي تحطي ايدك في الدقيق دلوقتي خالص في المرحله دي. بنبدا بقى بمعلقه خشب نقلب الدقيق مع السمنه السخنه كويس قوي اللي احنا حطيناها دي، وهنبدا نقلب كويس قوي 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 لحد ما نبدا نحس كده ان الدقيق كله اتشمع معايا بالسمنه اللي انا حطيتها. طبعا مش هو ده البس خالص اللي انا عايزاه. دلوقتي بقى في المرحله دي اول ما احس خلاص ده يعني الى حد ما انها ايه كل الدقيق شرب معايا السمنه، هروح جايه حطاها في العجان. ده لو انت عندك عجان. طب لو ما عندكيش عجان هتعملي ايه؟ طبعا بايدك هتشتغلي، بس هتستني شويه لما العجينه تبرد عشان تقدري ايدك تستحمل السخونيه بتاعه العجينه. انا هنا حطيتها في العجان وبدات ابرد فيها كده زي ما انتم شايفين، او ابس فيها بمعنى اصح. فضلت ابس فيها لحد ما العجينه بقت بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. بقت سايحه خالص، شايفين؟ بقت كلها سمنه وسايحه خالص، مش عامله زي العجينه، لا دي بقت حاجه كده سايحه خالص فيها كلها سمنه. شايفين عامله ازاي؟ اهي.
اهي ملزقه معايا في ايدي خالص. هي دي المرحله اللي انا عايزه اوصل لها. خلاص كده بسيناها كويس قوي قوي. طبعا العجينه بتاعتي لسه سخنه، فسبتها بقى لحد ما تبرد تماما. واثناء ما هي بتبرد رحت جايبه نص كوبايه من الميه الدافيه، وحطيت عليها معلقتين كبار من السكر سواء بودره او عادي، وحطيت كمان معايا معلقه صغيره من الخميره. ركزوا معايا في المقادير، معلقه صغيره من الخميره طبعا الفوري. بعد كده هنخلط الخميره مع السكر مع الميه كويس جدا جدا لحد ما نبدأ نحس انها خلاص دابت معايا في المية. هغطي عليها بقى واسيبها لمدة حوالي مثلا نقول 10 دقايق ولا حاجة لحد ما تبدأ تتفاعل معايا. تمام كده لحد دلوقتي حلو قوي الكلام. بعد كده بعد مرور حوالي 10 دقايق رحت جايبة بقى العجان تاني، ورحت جاية حاطة ريحة الموز، ودي اختياري، وحطيت منها معلقة صغيرة، وحطيت كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ليه حطيت البيكنج باودر هنا؟ لان العجينه كانت سخنه في الاول، ما كانش ينفع احطها في العجينه وهي سخنه، فانت تحطيها بعد ما تبرد. حطيتها، وربع معلقه يا جماعه صغيره من البيكنج باودر، ما تكتريش عشان ما تضيعش معاكي شكل الرسمه اللي انت هتعمليها. حطيت بعد كده الخميره اللي انا كنت عاملاها على جنب، وبدات احطها كده على العجينه، وشفت بقى العجينه، عملت لها تيست كده في ايدي، لقيت ان العجينه طريه قوي قوي قوي. يعني لسه حاسه ان هي محتاجه شويه من الميه كمان. لو كنت سبتها بالنص كوبايه بس من الميه كان هتطلع معايا ناعمه جدا جدا لدرجه انها مش هتشال معايا من الصاج، فخلي بالك من الحاجات دي. فحطيت لها كمان نص كوبايه من الميه الدافيه وعجنت كده، اتظبطت معايا وبقت تمام وحلوه قوي قوي. تمام. يبقى انا حطيت كوبايه من الميه مش نص كوبايه. لو حابه بقى انت تبدلي الميه دي بحليب مفيش مشكله، لو حابه تخليها خليط ما بين حليب وما بين ميه برضو مفيش مشكله. نيجي بقى لمرحلة التشكيل. انا هنا مش هسيب العجينة تخمر ولا حاجة، هبدأ اشتغل على طول، يا دوبك بس سبتها تستريح 5 دقايق ولا حاجة بعد العجن، وبعد كده بدأت اشتغل. حشيتها بالملبن اهو زي ما انتم شايفين. وهنيجي بقى لمرحلة التشكيل. مرحلة التشكيل هنا فيها اشكال حلوة جدا جدا هنعملها مع بعض النهاردة، اشكال بالمنقاش. طبعا الكحك بتاع زمان ده حلاوته انه بيتعمل بالمنقاش ما بيتعملش بالبصامة، لكن برضه هو ينفع فيه بصمة وكل حاجة، بس احنا بنحب نعمله بالمنقاش عشان يبقى يديني شكل وانطباع زمان. فانا عملت ده اول شكل اللي هو التقليدي قوي، اللي هو بتاع زمان العادي، النقشة العادية خالص اللي كنا بنعملها. لكن هنعمل كمان نقشات ترندي وطالعه موضه قوي اليومين دول، وهي النقشات اللي هنعملها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. دي نقشه منهم، بنعمل 3 نقشات كده بالطول، وبعدين تحتيهم 3 بالعرض، وبعدين بنخلف الناحيه التانية وهكذا لحد ما نخلص. كمان بنعمل نقش كده داير ما يدور الكحكايه عشان تديني شكل حلو كده للكحكايه بتاعتي. طبعا اهم حاجه ان المنقاش بتاعك يكون السنون بتاعته صغيره وتكون راكبه على بعضها، ما يكونوش مختلفين عن بعض. تمام. بعد كده هنبدا بقى نعمل كمان نقشه تانية اللي هي عباره عن ايه بقى، اللي هي السبعات في تمانيات. هنعمل شروط مايله كده في اليمين وشروط مايله في الشمال، ونخلف برضو الناحية التانية، يعني نعمل مايلة كده ومايلة كده لحد ما نعملها سبعات في تمانيات زي ما انتم شايفين. طبعا مهما اشرح هي الصورة هي يعني موضحة نفسها بنفسها. ده كده شكلها برضو، ده شكلها حلو جدا جدا. كمان هنعمل شكل تاني ان احنا هنقسم العجين ل4 كده بالمنقاش، او زي ما انتم شايفين الشكل ده برضو حلو قوي. وهناخد كل ربع ونعمل فيه جواه 8، يعني كل ربع نعمل فيه جواه 8 بالمنظر ده. هتديكي برضو شكل حلو قوي قوي للكحكاية، لما تستوي بيبقى شكلها جميل جدا. طبعا الاشكال كتير قوي قوي، وحابه كمان اكلمكم عن نوع السمنه اللي انا استخدمته. انا استخدمت هنا سمنه بلدي. طب لو انت مش متاحه عندك سمنه بلدي فممكن تستخدمي سمنه خليط ما بين نباتي وما بين بلدي، لو ممكن تستخدمي سمنه نباتي. نوع السمنه هنا مش هيفرق معاكي خالص في الكحك غير في طعمه بس، لكن كنوعميه او اي حاجه مش هتفرق معاكي خالص. ده برضو شكل تاني للكحكايه. حابة برضو اقول لكم على حتة البيكنج باودر واكد عليها. وبالنسبة للخميرة انا استخدمت معلقة صغيرة بس من الخميرة، وكمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وباكد على ان هي ربع معلقة يا جماعة، ما تكتروش علشان خاطر ما تضيعش كل التعب اللي انتوا عملتوه والرسمة اللي انتوا عملتوها دي هتلاقيها ما بانتش معاكي في الفرن خالص. دي شكل الوردة حلو قوي.
نيجي بقى لشكل جديد قوي وهو عبارة عن شكل فرع الشجرة. هنعمل ايه؟ هنعمل بقى بالطول، يعني هنحط الحشوة بتاعتنا بالطول وهنخلي العجينة بتاعتنا بالطول كده، وهنبدأ نقفل على الحشوة بتاعتنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنعملها على شكل ورقة شجر، بتبقى عريضة من فوق شوية وتبقى يعني رفيعة من تحت. بعد كده هنبدأ ناخد المنقاش ونعمل بالمنقاش كده من أول فوق لحد تحت، ونيجي ده على الجنبين هنعمل شرطات مايلة كده تديكي بقى انطباع ان هي ورقة شجر بالظبط، بيبقى شكلها حلو قوي قوي، برضو شكلها جميل. للي حابب طبعا النقش يعني هيبدع وهيعمل اشكال والوان من النقش، بجد هو ممتع بجد يعني. اما بقى اللي عايز السرعة ويبقى سريع معاه، فالبصامة موجودة اهي وهنعمل بيها برضو على طول على السريع. حاجة تانية، اللي ما عندوش بقى لا منقاش ولا اللي عنده بصامة، فممكن يستخدم الظهر بتاع السكينة ويبدأ يعمل أشكال بالمنظر ده، هتطلع معاه حلوة برضو. خلصنا خلاص كل كمية الكحك بتاعتنا. طبعا احنا اول واحد عملناه هندخله الفرن، اول صاج خلصناه هو اللي هيدخله الفرن على درجة حرارة كام؟ انا هدخل هنا على درجة حرارة 200. ليه 200؟ عشان انا عندي الكحك بتاعي محشي. لكن لو انت الكحك بتاعك سادة من غير حشو فهتدخليه على درجة حرارة 180، لان قلبه من جوه بيبقى عجين، فلازم ياخد درجة حرارة اقل عشان يستوي على مهله. طبعا هنشغل من تحت الاول، اول ما نلاقي استوى من تحت هنطفي من تحت، وبعد كده نشغل الشوايه على طول علشان خاطر ياخد لون من فوق. حاولي ما تكتريش عليه النار، علشان كل ما بيقعد في الفرن بينشف والحشوه بتاعته بتبدا تفور منه وتطلع وتنشف معاكي. كل ما غيبتيه كل ما هيبقى وحش معاكي، فحاولي ان انت ايه تخليه يستوي بسرعة. أول ما يستوي من تحت طفي تحت وشغلي فوق على طول، فممكن ياخد معاكي حوالي مثلا ربع ساعة تلت ساعة على حسب الفرن بتاعك. ده كده ده كده شكله اول ما طلع من الفرن. بدأت كده دلوقتي ارصه كده في الطبق. طبعا انت اول ما بيطلع من الفرن بتسيبيه حوالي مثلا نقول ساعة ولا حاجة لحد ما يبرد تماما، اوعى تحركيه من الصاج خالص. بعد كده ابدأي بقى اشتغلي فيه زي ما انت عايزة. طبعا احنا بنحط السكر البودرة هنا على قد الحبة اللي احنا هنستخدمهم بس، لكن الباقي بيتشال من غير سكر بودرة. وده كده شكله لما فتحت لكم واحده منه قد ايه جميل جدا، وشايفين الحشوه ماسكه نفسها لا ساحت ولا طلعت بره ولا حاجه. قد ايه جميل جدا وناعم ودايب دوبان. هتشوفوا بقى قد ايه ناعم. شايفين بقى؟ شايفين النعوميه مش مستحمله حتى صبعي اهو في الكحكايه. بس كده يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم هتنسوني في لايك وشير واشتراك للقناه.